صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226. مساء الخير لكل مستمعينا للي عم يسمعونا عبر البث المباشر بوير عربي وراديو بوير، ايضا يلي عم يسمعونا على التردد 103.5 بوير اف ام. اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون انا معكم نعيمات خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستديو الدكتور عاصم الخلف، اختصاصي بامراض الروماتيزم والمفاصل. اسمحوا لي رحب بضيفي لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا. مستمعينا، إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا بأسئلتكم، فيكم تتصلوا بالرقم الأرضي 429 101، أيضا عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة بوير عربي وراديو بوير. عبر كومنت رح نجاوب على أسئلتكم أكيد بنهاية الحلقة. رح نحكي اليوم عن موضوع اخترناه، هو موضوع مهم كتير. رح نتفاجأ بمحاور مهمة جدا أنا شخصيا ما كنت بعرفها صراحة. الروماتيزم يا ترى شو هو؟ يا ترى في له أنواع؟ مين هن الفئات اللي عم ينصابوا بها هالمرض هذا؟ شو هي الأسباب، العلاج، والعديد من المحاور رح نناقشها مع ضيفنا الدكتور عاصم الخلف. مثل ما ذكرنا اختصاصي بأمراض الروماتيزم والمفاصل. حابب أشكر زملائي بالكنترول جودي وشيرين على البث المباشر والكنترول. دكتور، لو هيك كمقدمة لموضوعنا، يا ترى شو هو الروماتيزم؟ وإذا ممكن شوي نقرب على المايك. الروماتيزم هو عادة التهاب النسيج الضام. نعم. يصاب أكثر شيء الأعمار. الروماتيزم طبعا حسب الأنواع يصاب المرضانين. يعني روماتيزم أمراض النسيج الضام يضرب المفاصل طبعا ويبين في الدم، ولكن يهاجم المفاصل بالدرجة الأولى. دكتور، شو بنعني النسيج الضام للمستمعين حتى شوي؟ يعني نسيج الضام هو التهاب المفاصل بشكل عام، يعني مختصر بالعامية التهاب المفاصل على كل الأعراض، يبين حسب الوضع وحسب العمر وحسب أي نوع من أنواع الروماتيزم. نعم. هذا كلمحة بسيطة، كلمحة بسيطة عن الروماتيزم. دكتور، هلأ ضمن سياق حديثنا وشوي قبل تحت الهواء كنا عم نحكي، أنا تفاجأت إنه الروماتيزم له أنواع. يعني كنت فكري إنه والله الروماتيزم هو مرض وحيد بيصيب الكبار بالسن، لأنه هن عادة هن اللي بيعانوا من هالمرض هذا. فيا ترى هل له أنواع هالمرض هذا؟ الروماتيزم أبدا ليس له علاقة بالعمر، ولكن الروماتيزم نوعان. روماتيزم عادي نتيجة العدوى ستريبتاكوك أو نقص المناعة أو العدوى ستريبتاكوك يصاب أكثر شيء عند الأطفال. نعم. التهابات اللوزات المتكررة أو نقص المناعة، يعني هدول يصاب عند الأطفال أكثر شيء عند الأطفال الصغار، البنات أكثر من الأولاد. أيوة. تمام. بينما الروماتيزم المناعي الرثوي يصاب الكبار أكثر من الأطفال والصغار. الروماتيزم المناعي له عدة أنواع، ولكن أكثر انتشاع المنتشر أكثر شيء يضرب أكثر شيء المفاصل عند الكبار. أيوة. نتيجة ستريس، صدمات نفسية، أو بعض العمليات الجراحية.
بينما الروماتيزم الذي يصاب الأطفال خاصة البنات في العمر من 5 إلى 7 سنوات إلى 10 سنوات إلى 12 سنة نتيجة التهابات لوزات متكررة، نتيجة نقص المناعة، نتيجة الهزل الضعف في الجسم عند الأطفال. تماما. دكتور، هلا عادة بنسمع من الناس، يعني نحن هلا عم نناقش واكيد رح تكون هالاسئله اسئله حدا من المستمعين. يا ترى اللي بيتعرض مثلا للمكيفات درجات الحراره لساعات طويله، مثلا درجات الحراره البارده، يعني هو يكون احد اسباب الاصابه بالروماتيزم؟ الروماتيزم عند الأطفال أكثر شيء المعرضين مثلا اللي كان عندهم التهابات لوزات. نعم. يصير عندهم نتيجة يعني رطوبة الجو العام اللي عايشين فيها، نقص المناعة، يعني هن ما رضعوا بشكل كويس في أيام الطفولة، الرضاعة ليست طبيعية، الرضاعة الفرنجية. نعم. أو نقص المناعة، ما عم يأكلوا، ما عندهم شهية، عم يتناولوا مثلا البوزة خاصة فترة الصيف، أيضا يتعرضوا للحرارة الزائدة والمرتفعة، وبعدين نقص الحرارة يصير في الجسم. زائد أكثر شيء يصاب اللوزات عند بالشتاء نتيجة البرد. أيضا. يعني الأطفال الصغار ما عم يلبسوا كويس، يعني ما يتداركوا أمرهم، فلذلك يصير عندهم التهابات لوزات. التهابات لوزات متكررة يصير روماتيزم. أيوة. هذا السبب الرئيسي. أما السبب الثاني عند الأطفال الصغار نتيجة نقص المناعة. تماما. أما عند الكبار هذا روماتيزم آخر نسميه مرض رثوي روماتيزمي مناعي يصيب الجهاز المناعي. طبعا عند الأطفال الصغار الروماتيزم عند الصغار طبعا كمان ينتشر في كل أنحاء الجسم، ولكن بالدرجة الأولى يهاجم المفاصل ثم يأثر على القلب، على صمام القلب. أيوة. تمام. بينما روماتيزم الكبار هو سيستمي، جهازني مناعي، وين في أجهزة عم يضرب العين، يضرب الرئة، يضرب الكلياوي، يضرب الكبد. كل الأعراض يعني معرضين أن يصابوا بنتيجة المرض الرثوي الروماتيزمي المناعي. الأعضاء النبيلة مثلا، يعني أغلبية الأعضاء. نعم. الروماتيزم عند الأطفال الصغار إذا صار إهمال وعدم العلاج بشكل كويس وبشكل جيد قد يصاب صمام القلب. تمام. أما ولكن الآن طرق التشخيص وطرق العلاج والأدوية الموجودة فيه يعني حاليا لم يتوصل إلى هذه الدرجة حتى يقوم بنتيجة أذية القلب أو غير أعضاء، باعتبار يتشخص في الوقت. هنالك اهتمام بالأطفال، هنالك يعني الناس صار الوعي الصحي عندهم أكثر من القبل. تماما. دكتور، قبل ما ننتقل لموضوع الأسباب، يا ترى هلأ الناس عم يسألوا حالهم، اللي عم يسمعونا، اللي عم يشاهدونا سواء وين من كانوا، يا ترى شو هن الأعراض اللي بتأشر أنه أنا مثلا مصاب بمرض الروماتيزم؟ في علامات معينة، في أعراض معينة؟ عند الأطفال الصغار نعم أعراض معينة، أكثريتهم يبين عندهم مساء، يعني آلام في الركب، انتفاخ، احمرار، يتورم المفاصل الإيدين، خاصة الركب من المفاصل السلاميات الصغار. ولكن أكثر شيء يبين عند الروماتيزم نتيجة الستريبتاكوك، العدوى ستريبتاكوك، نتيجة الوزات يصاب الركب أكثر شيء. ولكن إذا لم يتعالج قد يبين على شكل تشوهات بسيطة، عقيدات بسيطة على الكوع يمين يسار أو على السلاميات. أيوة. أما إذا تم تشخيصه في وقته المناسب وتم علاجه لم يتشوه أي مفصل ولم يتأذى أي عضو من الأعضاء الجسم، خاصة القلب منها. طيب عند الكبار؟ عند الكبار يختلف تماما. الروماتيزم عند الكبار يختلف عن الأعراض يعني. تمام. نتيجة الكبار اللي عندهم نتيجة صدمات نفسية، خاصة في الوقت الأخير الذي استشهد أولاده وقد ضاعوا، وهناك صدمات نفسية، ستريس، حادثة نفسية، خوف، قلق، أو نتيجة بعد العمليات الجراحية. أيوة. يعني العملية الجراحية قد يكون هي كصدمة نفسية للمريض، يخاف أنه يدخل عملية يقوم ما يقوم، هناك آثار جانبية، مثلا في ناس دخلوا العملية لم يقوم بعد التخدير، كان هناك كمية تخدير زيادة، فهي تشكل صدمة نفسية. فلذلك يبين معهم بعض العمليات الجراحية أو بعض الصدمات النفسية، خوف، قلق، تفكير، انزعاجات قوية، فيبلش يبين على المفاصل تبع الكبار. تماما. إذا إشارة الروماتيزم هو الألم دكتور، يعني الألم بالمفاصل. نعم. يعني عند الأطفال الصغار ألم في الركب، حتى لدرجة أن الطفل يبكي من آلام الموجودة في الركب. أكثر شيء عند الأطفال روماتيزم يبين على الركب، ثم ينتقل إلى الكوع يمين يسار سلاميات مفاصل. أما عند الكبار لا تماما، يبلش تيبس صباحي
يبوسة صباحية. طقطقة يعني لا، ليس ما في. طقطقة نتيجة فصال عظمي غير هذا مرض. مرض. أما الروماتيزم يبين على شكل ألم فظيع صباحا، تحدد حركي نوعا ما. تحدب حركة، يعني نعم. الصبح يفيق من النوم ما يقدر لا يتحرك لا ينشط، بده شي ساعة حتى يتحرك شوي شوي، تلين المفصل. أو أيوة يصير تلين المفاصل، أو ياخذ مسكنات حتى يقدر بعد ساعة إنه والله يقدر يتحرك، يلبس، يغسل، يقوم، يتحرك. فلذلك التيبس الصباحي العلامة البروز الأول الأكيد عند الكبار الروماتيزم، إنه معه مرض رثوي روماتيزمي. طبعا هنالك أنواع، ولكن حسب الأعراض يتشخص. تمام. تيبس الصباحي الأكثر شيء انتشارا إذا لم يتعالج هنالك تشوهات يصيب الأعضاء. نعم، تشوهات يصيب الأعضاء، أغلبيتهم أول شيء السلاميات، الأطراف العلوية خاصة اليد اليمين، يسار الكوع تشوه، تحدب الحركة، ما يستطيع أن يفتح مفاصله، عدم رفع الكتوف، ما يقدر يتحرك. تمام. إذا لم يتعالج ويتشخص بشكل غلط يتشوه المفاصل أبدا. أما إذا تم التشخيص في وقت مبكر وتم العلاج وفقا للازم من المرض الروماتيزمي، سواء كان روماتيزم عند الأطفال الصغار أو الرثوية عند الكبار، هذه يعني لم يتشوه أي مفصل. دكتور، المفصل المصاب بالروماتيزم هل راح يكون أحد العلامات هي الحرارة الموضعية مثلا؟ حرارة موضعية، يعني علامات مثلا احمرار، ارتفاع الحرارة على المنطقة المصابة، تحدب الحركة، آلام في المفصل عندما تلامس أي مفصل من مفاصل، يعني فعلا المريض يعطي إنذار أنه يوجعني شكوى. فعلا ألم فظيع بهذا المفصل. تمام. هلا لو نروح على محور الاسباب دكتور، من شوي حكيت بعض الاسباب اللي تمام، لكن بشكل اوسع لو نحكي عن موضوع الاسباب يا ترى. اسباب عند الاطفال الصغار عاده نتيجه اللوزات السبب الرئيسي، والسبب الثاني عدم الاهتمام بالاطفال، قد لا يلبسون في الشتاء، يتعرضون للبرد أو الحرارة الزائدة أحيانا حتى، ونقص المناعة، قلة الأكل، قلة الشهية، ما عم يأكل، ويصار عنده التهابات لوزات، يصير مزمن خلال شهور. هاي أكثر شيء الأسباب الانتشار. طبعا هنالك سبب كمان أيضا سبب وراثي ولكن قليل. تماما. أما روماتيزم الكبار المناعي نتيجة فقط سببين ما في ثلاثة. أيوة. صدمات نفسية، صار خوف قوي، يعني كان هنالك قصف، تحت القصف خافوا، او نتيجه الزلزال مثلا اللي ضرب تركيا، هذا نتيجه خوف. عوامل الخوف يعني. عوامل نفسيه. ليس مرض نفسي، انما صدمات نفسيه، خوف او انزعاج قوي، فقد حدا من ابنائه، يعني انزعاج، صدمه تماماً. نفسيه. تماما. دكتور، الوسائل التشخيصيه لمرض الروماتيزم يا ترى بالفحص السريري عم يتم الكشف؟ بتلجأوا لاجراءات تانية؟ لو تشرح لنا عن المحور هذا. طبعا عند الأطفال أولا يبين معنا خلال الفحص السريري، زائد الربط الأعراض مع الفحص السريري مع التحاليل المخبرية. نعم. 3 عوامل. أول شيء الفحص السريري، إنه بدك تفحصه وين مفاصل، وين أي مفصل بدك تمسك المفصل، بدك تشوف أي مفصل يألمه كتير، تشوف عنده اللوزات موجودين ولا شالوا لوزات، مثلا العوامل اللي عاش فيها، عوامل الرطوبة، عوامل البيت اللي كان أو عنده شهية كان معك، يعني بدك الأعراض السريرية. المسألة الثانية هي مسألة الأعراض السريرية، أحيانا قد يبين تشوهات خفيفة. نعم. تمام. والتشخيص الثالث هو التشخيص الكامل، طبعا يساعدنا المخابر. أيوة. ارتفاع نسبة الروماتيزم في الدم، فيعطينا التشخيص النهائي RF أو أصله أنتي ستريبتوليزين. تمام. يبين معنا عند الأطفال الصغار عادة نطلب أصله أنتي ستريبتوليزين، يبين معنا ارتفاع نقص شلون كان صار. ولكن الأعراض حسب الفحص، ربط الأعراض مع التحاليل السريرية. تمام. أما الروماتيزم الكبار طبعا يتشخص خلال بالدرجة الأولى أكثر شيء نتيجة الفحص السريري والقصة المرضية والقصة السريرية، إنه هو كبير عم يحكي إنه صار معه وين، والله خفت، صار عندي مشكلة، صار هيك، صار تفاصيل كاملة يعطيك، هو يعطيك التشخيص أصلا. يعطيك التشخيص. أحيانا تلجأ لبعض التحاليل قليل جدا، إنه هل أثر هذا المرض الرثوي المناعي اللي صار فيها على الكبد، على الكلاوي، مثلا على القلب، يعني بدك تحاول أقل من تحاليل على نسبة الخضام موجود عنده، عوامل المناعة، هل عنده عوامل الوراثة. فربط الأعراض دائما الأعراض السريرية مع الفحص مع تحاليل مخبرية، ولكن أكثر شيء هي الفحص السريري
أكثر شيء مهم 90% يعني يبين التشخيص معنا. تماما. رحب ذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، انتم هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. الدكتور عاصم الخلف اختصاصي بامراض المفاصل والروماتيزم موجود عندنا بالاستوديو بخدمتكم اكيد، وهالبرنامج هذا لصحتكم وهو صحتكم بالدنيا. اي سؤال يخطر على بالكم فيكم ما تترددوا تشيلوا السماعه تتصلوا معنا عبر الرقم الارضي 429 101 او برساله عبر صفحتي الاذاعه راديو بوير وبوير عربي. رح نكون مسرورين جدا لما بتأغنوا لقائنا باسئلتكم، وطبعا دائما بنتمنى لكم السلامه والصحه. هلا الدكتور شرح كتير مواضيع مهمة ومحاور جدا مهمة، أنا شخصيا يعني كنت بجهلها حقيقة، أنه من ضمنها أنه الأطفال هن كمان أيضا اللي بينصابوا بالروماتيزم. نتمنى من الأهالي للي عم يسمعونا يشاركوا رابط الحلقة يسمعوها لحتى يستفيدوا. أي طفل أي حدا بيشكي من أي أعراض من اللي ذكرها الدكتور يراجع الطبيب، يلجأ للطبيب أحسن ما تتفاقم الحالات وتتأزم وبعدين ما توصل لعلاج مناسب. هدفنا هو من هالبرنامج التوعية، ونتمنى دائما أنه تكونوا بصحة أو عافية وسلامة. دكتور هلا لو نحكي عن الفئات العمرية اللي بينصابوا، من شوي حكيت انه الاطفال حتى والكبار وحتى الجنسين احيانا بنسال دائما انه العرضة اكثر شيء سواء الاناث ام الذكور؟ إناث. تمام. حتى الروماتيزم العادي نتيجة ستريبتاكوك نتيجة اللوزات الإناث أكثر من الذكور. نعم. تمام. بينما الصدمات النفسية الروماتيزم المناعي عند الكبار قد يكون النسب متساوية عند الإناث والذكور. تماما. دكتور نرجع لموضوع العلاج. تشخص المريض عندكم، تحاليله وأموره كلها خالصة، القصة السريرية كلها خالصة، بتلجأوا للعلاج سواء كان الطفل أو كان كبير. شو العلاج بيكون؟ الروماتيزم البدائي السهل، نقول الروماتيزم السهل اللي يتشخص عند الأطفال الصغار طبعا عدة أنواع العلاجات. أولا سيتم اختباره على اختبار التحسس، إذا كان موجود تحسس ولا لا على إبر بنسلين. نعم. إذا ما في تحسس على إبر بنسلين نعطي إبر بنسلين حسب نسبة ارتفاع نسبة الروماتيزم في الدم، قد يكون لمدة 6 أشهر، سنة، ممكن سنتين أقصى حد فعلا يتعالج ولا شيء. إذا كان حتى الطفل ولكن قليل جدا 1% يلتقى مرض رثوي روماتيزمي مناعي عند الأطفال أيضا نتيجة صدمة نفسية، خافوا كتير ممكن. فبنسلين طبعا بهالحالات ما راح يصير. تجيب على أدوية مثبطات المناعة سواء الكبار أو الصغار، على أدوية كورتيزون زائد مثبطات المناعة. مثبطات المناعة هلا حاليا في طرق العلاج الجديد كمان قد نلجأ أحيانا إلى الجرعات البيولوجية. نعم. جرعات بيولوجية من نفس الجرعات اللي نعطي أمراض السرطان، هدول الجرعات عم نعطيهم مشان أمراض الرثوية المناعية حتى لا يتشوه المفاصل. إذا تشخص بشكل جيد وتم علاجه مناسب وكان الاستجابة قليلة أو لم يستجيب، لذلك سيتم تحويل هذا المريض إلى جرعات بيولوجية شهرية حتى لا يتشوه أي مفصل من مفاصل جسم الإنسان، حتى لا يهاجم هذا الروماتيزم سواء الصغار أو الكبار أي أعضاء ويقوم بتخريبها سواء الكلاوي، الكبد، القلب، الرئتين، حتى كل الأعضاء الداخلية. تماما. طبعا بنوجه رسالة للمستمعين للي عم يسمعونا. اللقاء القيم والمعلومات القيمة، أي إهمال من أي شخص مصاب بأي مرض كان، ولكن ضمن موضوع حلقتنا لليوم لا تستهينوا بآلام المفاصل الروماتيزم، أنه ممكن بالمستقبل يؤدي ل يعني تفاقم الحالة وتضرر تشوهات تضرر أي عضو نبيل بالجسم. مثل ما ذكر الدكتور عاصم هي مهمة كتير الحلقة، ونتمنى أنه المستمعين يستفيدوا منها ويشاركوها لحتى الجميع أصدقائكم يستفيدوا من هالمعلومات. رح نختم لقائنا طبعا دائما المحورنا الأخير يلي هو بيكون بنصائح للمستمعين والمستمعات، للآباء والأمهات للي عندهم أطفال سواء كانوا يعانوا من التهاب لوزات متكرر، العجز اللي عندهم مثلا مثل ما ذكر الدكتور آلام أو أعراض معينة، يراجعوا الأطباء لحل هالمشكلة هاي. رح نختم لقانا ونترك المايك للدكتور عاصم لا ينصحكم بعض النصائح.
انه الاهتمام بالاطفال في سن الطفوله حتى لا يصاب بالروماتيزم. يعني الاهتمام اول ما يصير المريض الطفل أن يمرض، خاصه التهابات اللوزات، او كان عنده نقص الشهيه، او يعني بالشتاء فتره الشتاء اهمال في الملابس او في الاكل حتى يؤدي الى نقص الملابس، نقص المناعه قد يؤدي الى التهابات لوزات، وهذا اللوزات يكون سبب من اسباب الروماتيزم. الاهتمام بصحة الطفل من خلال الملابس الشتوية، من خلال ابتعاده عن الأكل شغلات الباردة أيام خاصة بالصيف، هدول البوزة والمي الباردة والشغلات الثانية. عند الكبار قدر الإمكان نقول دائما لهم إنه طنشوا، لا تفكر في كل شيء وتأخذ كل شيء على محمل الجد. إنه الكبار نتيجة الصدمات النفسية قد يؤدي إلى مرض رثوي روماتيزمي مناعي مدى الحياة. العلاج يكون مدى الحياة مثل أي مرض كالسكري والضغط. لذلك الكبار صدمات نفسية، أما الأطفال طبعا هنالك أيضا يلعب الصدمات النفسية ولكن أقل من الكبار. الصدمات النفسية سبب من أسباب الروماتيزم، لذلك الابتعاد وتسهيل الحياة وعدم تعقيدها، الابتعاد عن الصدمات النفسية، الاهتمام بصحة الطفل حتى لا يصاب بأي مرض روماتيزمي ولا يتشوه أي عضو من أعضاء جسمه. بنهاية اللقاء الجميل والممتع مع الدكتور عاصم الخلف، اختصاصي بأمراض المفاصل والروماتيزم، ألف شكر لكم وعلى هالمعلومات القيمة. شكرا لكم. أهلا وسهلا أستاذ. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا، وشكرا لزملائي بالكنترول والبث المباشر. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة. صحتك بالدنيا، هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف